اسمحوا لنا يكون معانا من نادى بتطهير الميدان زيك وزيي وزي كل واحد، وقال بعد انتهاء الاعتصامات وبعد قرار التنحي بأن الشعب يريد أخلاق الميدان، ونادى بأن يكون بداخل كل واحد فينا ميدان التحرير بكل أخلاقياته الإيجابية. الداعية الأستاذ معز مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. كلمات مختصرة بعد كل من تكلم ويعني فتح علينا القلوب. أنا حقيقة نيتي الحقيقية في الحضور هنا هي أن أنا يحيا قلبي بذكر الله سبحانه وتعالى. فالله هو الرحمن الرحيم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى كذلك هو الشهيد المجيد، فبسم الله الشهيد المجيد كذلك نأتي نذكره سبحانه وتعالى فيحيا القلب. أول نقطة كنت عايز أقولها معنى كلمة الشهيد، من معانيها كما قال بعض علماء التفسير أن يشهد الإنسان على الحق. الإنسان يشهد على الحق ويقول على الحق ده حق، حتى لو الناس خايفة فبتقول باطل أو خايفة فما بتتكلمش، يظل هو يقول حق، عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، كل شيء اللي خلت الناس تتحرك أصلا إلى أن تعامل النظام بغشم فكان لازم أنه يسقط ويرحل. فالإنسان يتخلق باسم الله الشهيد بأن يكون هو كذلك الإنسان شاهدا على الحق، وإن تطلب ذلك أن يقتل في سبيله، يعني يظل شاهدا على الحق. أنا شاهده، أنا شهيد على الحق، شهيد شاهد شهيد شاهد. طب هتقتل؟ لا، هظل شاهد. فيكون بذلك تخلق باسم الله تعالى الشهيد. الأمة دي كذلك مطلوب من المؤمنين إن هم يكونوا شهداء. إحنا أمة الشهادة، والكلام تحديدا هنا للمسلمين في القرآن الكريم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. مطلوب مننا إن إحنا نظل نشهد على الحق. فأنا السبب الثاني اللي جابني هنا إن أنا أشكر الشهداء نفسهم، زي ما عمل الدكتور الشيخ صفوت حجازي شكر الشهداء، ما هم أحياء زي ما سمعنا من بقية المتكلمين. وكذلك أشكر أهاليهم على أن أنتم أنجبتوا لنا الشهداء، ومع بعض أحييتم قلوبنا وعلمتونا أن احنا نفضل شاهدين على الحق، وإن تطلب ذلك أن نقتل في سبيل الله هنفضل شاهدين على الحق والعدل والخير والجمال، ونطالب بكل ما نريد في بلادنا هذه وفي العالم لتكونوا شهداء على الناس. إزاي هنشهد على الآخرين ومش عارفين نشهد على الحق في بلادنا؟ كان لازم مصر تتطهر. النقطة اللي بعدها لأهالي الشهداء، ربنا يفتح عليكم يا رب. لازم نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذ إلا ليعطي، فهو لو كان أخذ مننا حاجة في الظاهر فأكيد ده علشان يعطينا شيئا في الباطن في قلوبنا. أكيد في حاجة كبيرة قوي قوي كلكم دقتوها، واللي ما دقهاش لسه بعد ضباب شوية الألم هيبتدي إنه يدقها في القلب، أو هتدقها الأم الكريمة في قلبها. ربما منعك فأعطاك. النقطة الأخيرة اللي احنا نقدر نعمله إن احنا نبقى شهداء، سواء احنا أحياء فنعيش حياة شهداء، أو إن تطلب ذلك أن نقتل في سبيل الله. وأهم حاجة نشهد عليها استمرار هذه الثورة. أنا جيت من الميدان إلى هنا وحبيت أبقى في الميدان الأول علشان من ناحية نؤكد على المطالب، لكن علشان أسمع من الناس كذلك. وسمعت نفس الذي أسمعه هنا من كل اللي ما يقدروش يمسكوا أنفسهم فتكلموا. ربنا يفتح عليكم إن إحنا لن نسمح أبدا بأن يبقى رمز يستحق العدالة وتؤخر هذه العدالة أبدا، وإن تطلب ذلك فعلا أن نقتل في سبيل الله. لازم فعلا نحقق زي ما سمعنا من بعض المتكلمين يعني العدالة العاجلة. فنحن إن شاء الله بإذن الله كل من أوتي مننا منبرا يتكلم منه في الإعلام أو غيره بيوعد أهالي الشهداء أنه فعلا لن تضيع الدماء هدرا، وهنفضل نطالب بالعدالة حتى يشفي الله تعالى صدور المؤمنين وصدور قوم المؤمنين. وختاما كذلك وفاء منا للشهداء، يعني هي كلمة من القلب. الشيطان الرجيم نعوذ بالله منه لازم يحاول يفسد الحاجة الحلوة، وبدأ بالفعل يحاول يدخل دلوقتي ويتكلم بلغة تخوين
وإساءة الظن ولمز النفس ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وده من جماعة كذا وده من جماعة كذا وده مش عارف إيه وده مش عارف إيه. أنا أظن الشهداء مش هيكونوا راضين أبدا، لأن ده مش شهادة مننا على الحق إن إحنا نقعد نتخانق. فما تيجوا إن إحنا بنية الوفاء لدماء هؤلاء الشهداء والأهاليهم اللي مش عايزينهم يحسوا أبدا إن الدماء ذهبت هدرا، نتفق أن نتحد. نتفق، الله يكرمك، نتفق أن نتحد أولا المسلمين المصريين فيما بينهم البين، لأنه بقى فيه الجماعة دي بتقول الجماعة دي والتيار ده بيقول التيار ده، ولما ده يتحقق المصري المسلم مع المصري المسيحي كمصريين. ده مطلوب إن احنا نحققه، ونستطيع إن احنا بإذن الله الشهيد المجيد الرحمن الرحيم نحققه. احنا عرفنا نتحد قبل كده، والذي رأيناه في الميدان يؤكد ذلك. احنا عملناها بفضل الله قبل كده ونقدر نعملها تاني إن شاء الله، بس ننوي علشان إخواتنا وأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا، عشان الشهداء اللي أبكونا، وسمعنا دلوقتي من تكلم ومن أنشد واللي نادى الأم واللي اتكلم باسم الشهيد. ما يصحش أبدا أنه الحال الراقي القلبي اللي رفعونا إليه الشهداء ننزل منه مرة أخرى إلى الفرقة والتنابز بالألقاب. فيا رب يربط في أذهاننا ثم في قلوبنا معنى أن الوفاء للشهداء يتطلب أن نكون دائما متحدين. يا رب آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.